بيبدأ الفيلم مع زيكوف بطل مباريات المراهنات الجديد في السجن، وبيقدر إن هو يهزم المقاتل اللي قدامه وبيكسب المباراة. وبيظهر جاجا زعيم العصابة الروسية اللي بتسيطر على السجن، وبنعرف إن هو اللي اختار زيكوف علشان يكسب من وراه فلوس كتير، زي ما كان بيكسب من بويكا قبل ما يتصاب في ركبته زي ما شفنا في الجزء الأول. ولو عاوزين تشوفوا ملخص الجزء الأول هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. المهم إن في الوقت ده بويكا بينظف الحمامات وبيسمع هتاف المساجين باسم زيكوف، وبيعرف بويكا ان زيكوف هيشارك في بطولة دولية للمساجين. فبيتضايق بويكا من اللي هو بيسمعه لانه نفسه يرجع يلعب من تاني. وبالصدفة بيشوفه جاجا وهو خارج من السجن مع المأمور، فبيروح له في زنزانته وبيقول له ان هو مش ناسي ان هو كسب من وراه فلوس كتير قبل كده، وبيعرض عليه ان هو ينقله لزنزانة تانية احسن من اللي هو فيها. فبيصدمه بويكا وبيقول له ان هو عايز يشارك في المسابقة، ولكن جاجا بيرفض طلب بويكا وبيفهمه ان هو حاليا مقاتل بركبة واحدة، وانه حتى لو قدر يفوز على زيكوف مش هيقدر يشارك في المسابقة الدولية لان هيكون فيها اقوى المقاتلين في العالم. وبيقول له ان هو كده عايز يموت نفسه وبيسيبه وبيمشي. ومع ذلك بويكا بيرجع يتدرب علشان يستعيد لياقته من تاني، لحد ما بيجي يوم المباراة اللي لو زيكوف كسبها هيشارك في المسابقة الدولية بصفته بطل السجن. فبيحلق بويكا شعره وبيروح عند حلبة القتال، وبعد ما زيكوف بيهزم المقاتل اللي قدامه بيظهر بويكا وبيكب عليه مية وبيتحداه في مباراة قتالية. فبيؤمر جاجا مأمور السجن ان هو يسمح لبويكا انه يلاعب زيكوف، وهنا بيدخل بويكا الحلبة بكل شجاعة، وبالرغم من ركبته المصابة الا انه بيقدر يفوز على زيكوف بكل سهولة. وبكده بيكون بويكا هو بطل السجن. وبعدها بيتنقل بويكا لسجن كبير جدا في دولة تانية، ده علشان يشارك في مسابقة السجون الدولية. وبنعرف ان المسجون اللي هيفوز بالمسابقة دي هيكسب حريته. وبنعرف كمان ان اللي بينظم المسابقة دي زعيم عصابة كبيرة واسمه رايزو، وبيجمع رايزو أباطرة المراهنات من كل مكان في العالم وبيستقبلهم في الفندق بتاعه. ووقتها كل واحد فيهم بيشارك بمقاتل خاص بيه وبيراهن عليه. وبيقابل جاجا صاحبه الإيطالي اللي اسمه رانتي، وبيقول رانتي لجاجا ان المقاتل بتاعه اسمه تيربو، وبيقول له انه قوي جدا وهيكسب المسابقة. وفي الوقت ده المساجين اللي هيشاركوا في المسابقة بيتجمعوا كلهم، وبيجي مدير السجن اللي اسمه شوبوف وبيتعرف عليهم. ووقتها بيعرفهم على مسجون اسمه دولور، وبيقول لهم ان دولور هو بطل السجن بتاعه. وبعدها بيوزع كل واحد فيهم على زنزانته. وتاني يوم حراس السجن بياخدوا بويكا واللي معاه وبيركبوهم في عربيات مع باقي المساجين، وبعدها بيودوهم على الجبل علشان يكسروا الصخور هناك. وساعتها بيجي تيربو وبيحاول ان هو يتكلم مع بويكا ويستفزه، ولكن بويكا بيتجاهله تماما وما بيردش عليه. وبعدها بيشوفوا دولور وهو قاعد تحت شمسية وما بيشتغلش زيهم، وبعد ما بيخلصوا شغل بيرجعوا للسجن تاني. وهناك شوبوف بيقول لهم انه قدامهم ساعة واحدة بس يتمرنوا فيها علشان يستعدوا للقتال تاني يوم. وعلى الرغم من تعبهم الا ان بويكا وتيربو بيدخلوا صالة التدريب وبيتمرنوا بكل قوتهم. وفي الوقت ده بيتمرن دولور في حلبة القتال، وبيجي شوبوف ومعاه مقاتلين أقوياء علشان دولور يتمرن عليهم. وتاني يوم بويكا بيلف رباط على ركبته المصابة، ولكنه بيغير رأيه وبيفك الرباط، وده علشان محدش يعرف ان هو عنده اي نقطة ضعف. وبيتجمع رجال الأعمال وبيحطوا رهاناتهم على المقاتلين. وأول مباراة قتالية بتكون بين مسجون يوناني ومسجون برازيلي اسمه رودريجو. وهنا بيلاحظ بويكا ان رودريجو بيستخدم اسلوب قتال الكابويرا البرازيلي، وبيسيطر رودريجو على المسجون اليوناني وبيتغلب عليه بسهولة. وبيجي وقت المباراة التانية اللي بتكون ما بين تيربو وبين مسجون من كرواتيا، وبتكون المباراة قوية جدا ما بينهم، ولكن تيربو بيستدرك خصمه لركن الحلبة. بعدها بيوجه له لكمات قوية جدا وبيهزمه بالضربة القاضية. والمباراة التالتة بتكون بين بويكا وبين مسجون من فرنسا، وبيقدر بويكا ان هو يغلب المسجون ده في خلال ثواني. وهنا بيعرف كل الموجودين ان بويكا مقاتل شرس جدا. وبعدها بيدخل دولور الحلبة علشان يلعب ضد مقاتل من كوريا، وبيهجم دولور على خصمه وبيضربه بكل قوة، وما بيقدرش المقاتل الكوري ان هو يقف قدام دولور، وده لانه دولور مستواه اعلى منه بكتير جدا. ووقتها بيضربه دولور ضربة قاضية وبيفوز بالمباراة. وبكده بتخلص مباريات اليوم الاول من المسابقة. وبعدها شوبوف بيقابل المساجين اللي اتهزموا وبيقول لهم ان هم هيرجعوا على السجون اللي هم جم منها، ولكنه بيخدعهم وبيروح بيهم لمكان معين. وهناك
وهناك حراس السجن بيخلصوا عليهم كلهم. وتاني يوم بويكا وتربو بيكونوا في الجبل وبيكسروا في الصخور، وبيفضل تربو يستفز بويكا لحد ما بويكا بيتخانق معاه خناقة جامدة، ولكن بيجي الحراس بسرعة وبيفضوا الاشتباك اللي بينهم، وبعدها بيحبسوهم في الحبس الانفرادي. وبيقضي بويكا وتربو وقت صعب جدا في الزنزانة، وده لأن هما بيفضلوا واقفين على رجليهم طول الوقت. وساعتها بيحس بويكا بألم شديد جدا في ركبته. وتاني يوم بيوصل جاجا ورانتي علشان يقابلوا المقاتلين بتوعهم ويعرفوا منهم ايه اللي حصل، فبيعرفوهم ان هما بيشتغلوا في اعمال التكسير وبيتعاملوا اسوأ معاملة. فبيتعصب جاجا ورانتي وبيروحوا لمدير السجن في مكتبه وبيتخانقوا معاه، وده لانه بيضعف قوة المقاتلين بتوعهم في اعمال التكسير، وده معناه ان هو عايزهم يخسروا مبارياتهم. فبيظهر لهم رايزو وبيعرفهم ان هو فعلا عاوز المقاتلين يتغلبوا في المباريات، وده علشان يضمن فوز دولور بالمسابقة ويكسب من وراه فلوس كتير جدا. وبيقول لهم ان هم كمان هيكسبوا فلوس كتير لو راهنوا على دولور، لان هو هيخلي دولور يكسب المسابقة دي بأي طريقة. فبيسألهم جاجا عن مصير بويكا وباقي المساجين بعد المسابقة، فبيقول له شوبوف ان هو هيخلص عليهم كلهم، وبعدها هيجيبوا مقاتلين غيرهم من سجون تانية، وبرضه هيخلوا دولور هو اللي يكسب المسابقة. وبكده كلهم هيحققوا ثروة كبيرة جدا لما يراهنوا على دولور. فبيقتنع جاجا ورانتي بكلام شوبوف ورايزو وبيحتفلوا كلهم باتفاقهم الجديد. وبعدها جاجا ورانتي بيعملوا اتصالاتهم علشان يجمعوا مبالغ كبيرة ويراهنوا بيها على دولور. وتاني يوم الحرس بياخدوا بويكا وتربو للجبل، وأثناء ما هم في طريقهم تربو بيعتذر لبويكا عن اللي حصل بينهم، وبيفضل يشتكي من الظلم اللي هم بيتعرضوا له. فبيقول له بويكا ان هم ممكن يحولوا الشغل ده لتدريبات قوية، وبكده هيستفيدوا منها ويزودوا قوتهم البدنية. فبيقتنع تربو بكلام بويكا وبيشتغلوا هما الاتنين بكل قوتهم. وأثناء فترة الراحة بويكا بيسأل تربو عن وشم الطفلين اللي على جسمه، فبيقول له تربو ان الطفلين دول هما ابنه وبنته. وساعتها بيفضل بويكا وتربو يتكلموا سوا ويقربوا من بعض اكتر. وبيجي ميعاد اليوم التاني من المسابقة، وبيواجه بويكا المسجون البرازيلي رودريجو. وساعتها المباراة بينهم بتبقى ممتعة جدا، وده لان الاتنين عندهم مهارات قتالية عالية، وكل واحد فيهم بيقاتل بكل قوته. واثناء القتال بويكا بيحس بألم فجأة في ركبته، وبيشوفه دولور وبيعرف ان بويكا نقطة ضعفه في ركبته، ومع ذلك بيتحمل بويكا على نفسه وبيكمل، وبيقدر ان هو يوقع رودريجو على الارض وبيجبره على الاستسلام وبيفوز بالمباراة. وبعدها بويكا بيروح لرودريجو بيسلم عليه وبيحييه على ادائه القتالي في المباراة. وبعدها حراس السجن بياخدوا رودريجو وبيتخلصوا منه. وتاني يوم شوبوف بيروح لتربو وبيستفزه بالكلام، فبيتعصب تربو وبيهجم عليه علشان يضربه، ولكن حراس السجن بيمسكوا تربو وبيوقعوه على الارض وبيضربوه. وفي وقت الفطار بويكا بيلاحظ غياب تربو، فبيخرج من القاعة وبيروح يشوفه في زنزانته، وبيتفاجئ بويكا ان تربو مصاب اصابات خطيرة ومش قادر يتحرك، وبيعرف منه ان شوبوف هو اللي عمل فيه كده، وده علشان يضمن ان هو هيتغلب قدام دولور في المباراة اللي جاية. وبعدها بويكا وتربو بيركبوا عربية السجن وبيروحوا على الجبل، وهناك بويكا بيقول لتربو ان هو مش هيقدر يغلب دولور وهو في الحالة دي، وبيطلب منه ان هو يهرب للغابة اللي ورا الجبل. فبيقتنع هنا تربو بكلامه وبيوافق. وبعدها بيقطع بويكا السلسلة اللي هم مربوطين بيها، ولكن الحراس بياخدوا بالهم وبيجروا عليهم بسرعة، وبيشتبك تربو وبويكا مع الحراس وبيضربوهم كلهم. وساعتها بيقدر تربو ان هو يهرب للغابة، وهنا بيشوف بويكا واحد من الحراس وهو بيوجه بندقيته على تربو علشان يضربه بالنار، فبيمسك صخرة وبيرميها على الحارس وبيوقعه على الارض، ولكن بيجي حارس تاني وبيضرب بويكا وبيغمى عليه. وبعدها بيفوق بويكا في السجن وبيلاقي شوبوف ورايزو قدامه، وبيقول له رايزو ان هما بيدوروا على تربو واكيد هيلاقوه ويخلصوا عليه، وبيطلب منه يجهز نفسه لان هو اللي هيواجه دولور في المباراة النهائية. فبيقول له بويكا ان هو عاوز يقابل جاجا، فبيقول له شوبوف ان جاجا خانه وراهن بكل فلوسه على دولور. ووقتها بيتصدم بويكا لما بيشوف جاجا قدامه، وبيعتذر له جاجا وبيقول له ان هو عمل كده لانه بيحب الفلوس جدا. وبعدها بيجي يوم المباراة النهائية، ووقتها بيحقن دولور نفسه
راسه بمنشط قوي جدا، وده علشان يزود من قوته ويضمن ان هو هيكسب المباراة. وبعدها بتبدأ المباراة بينه وبين بويكا، وبتكون مباراة قوية جدا، وده لان دولور بيهاجم بويكا بكل قوته، وبويكا بيتفادى كل ضرباته وبيرد عليه بضربات قوية، فبيضربه دولور في ركبته المصابة، وساعتها بويكا بيصرخ من شدة الألم. وبعدها بويكا ما بيقدرش يسدد أي ضربة لدولور، فبيستغل دولور الفرصة وبيستعرض مهاراته القتالية، وبيتفنن في ضرب بويكا بضربات قوية ومتنوعة لحد ما بينهار بويكا، وبيبان إن هو فقد كل قوته قدام ضربات دولور، فبيضربه دولور ضربة قاضية بتطيره بره الحلبة، وساعتها بيحتفل دولور بانتصاره قدام المساجين كلهم. وهنا بيبدأ الحكم يعد على بويكا، ولكن بويكا بيشوف قدامه جردل ومساحة، فبيستجمع قوته وبيلف رجله بالقماشة اللي بينضفوا بيها الأرض وبيرجع للحلبة تاني. وساعتها السجن كله بيسكت لأن الكل مش مصدق إن بويكا قام على رجليه من تاني، فبيسقف له دولور وبيسخر منه، ولكن بويكا بيهاجمه بكل شراسة وبيضربه ضربات قوية جدا وبيوقعه على الأرض، وده علشان ما يخليهوش يستخدم رجليه. ووقتها بيسدد بويكا لدولور لكمات قوية جدا في كل حتة في جسمه، وبينبهر هنا كل الموجودين من الأداء البطولي اللي بيقدمه بويكا. ولكن دولور بيقوم من تاني وبيهجم على بويكا وبيوجه له ضربة قوية جدا في ركبته المصابة، والمفاجأة إن بويكا بيصد الضربة بركبته وبيكسر رجل دولور، فبيقع دولور على الأرض وبيفضل يصرخ من شدة الألم. وهنا بتنتهي المباراة بفوز بويكا، وبيخرج من الحلبة وهو منتصر، والمساجين بيهتفوا باسمه. وفي اللحظة دي رانتي بينهار لأنه خسر كل فلوسه، وجاجا بيتخانق مع رايزو وبيقول له إن هو خسر 5 مليون دولار. وبعدها شوبوف بيروح لبويكا وبيقول لبويكا إن بطل المسابقة بيكسب حريته، ولكن علشان بويكا ساعد تربو على الهروب من السجن فبالتالي هو هيرجع على سجنه تاني. فبيقول لبويكا إن هو مش فارق معاه اللي هيحصل، المهم إن هو دلوقتي أعظم مقاتل في العالم. فبياخده شوبوف بالعربية وبيروح بيه على المكان اللي بيموتوا فيه المساجين، وهناك بيظهر الجنود بأسلحتهم وبيصوبوها على بويكا، وبيمسك شوبوف مسدسه وبيحطه على راس بويكا علشان يموته بنفسه، وبيقول له إن هو لازم يتخلص منه لأنه خطر عليهم. فبيستسلم هنا بويكا لمصيره وبيستعد للموت، وفجأة بيظهر تربو وبيقتل شوبوف وكل الجنود اللي معاه وبياخد بويكا وبيهربوا. ووقتها بيكون جاجا مستنيهم بعربيته وبيركبوا معاه وبيمشوا من المكان بسرعة. وأثناء ما هم في الطريق جاجا بيدي بويكا شنطة مليانة فلوس وبيقول له إن ده نصيبه، وبيعرفه إن هو راهن عليه بكل فلوسه، وده علشان هو كان متأكد إن بويكا هيكسب المسابقة حتى لو برجل واحدة. وبيقول جاجا إن بويكا في نظره هو أفضل مقاتل في العالم، وبيبلغ بويكا إن هو من اللحظة دي بقى إنسان حر. وهنا بيطلب منه بويكا يوقف العربية، وبينزل منها وبيجري على الطريق وهو في قمة السعادة. ولحد هنا وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبته ومنتجته صوفي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، وتابعونا على فيسبوك وتيك توك وانستجرام، واشوفكم الفيديو اللي جاي، واحلى سلام.